الاطباء، الطبيب الاول، الطبيب الثاني، الطبيب الثالث. مع هذوك القاعدين عمرهم تحدوا كاين عاد طبيب واحد، قسم واحد او غرفه واحده ديال الاطباء تكون فيها مجموعه ديال الغرفه، وتلقى انا لقيت 50 واحد. اما راه شاد التيلات يلاه عنده 6 شهور فيه الثقه، ديك التيلات يلاه زيد عنده 6 شهور في العمر ديالو مقزوج، وجوج ديال البياضات مرة وراجل ماشي بياضات عقليه، والناس زحام على الباب 50 واحد ولا 40 واحد كلهم باغيين يدخلوا المستشفيات عند دوك الناس اللي فولتير هذوك الدوله باغيين يدخلوا عندهم. ما كاينش ومدابزين عندنا السيكوريتي، 4 ديال السيكوريتي في الباب مدابزين معاهم باش يدخلوا عند الباب مش 26 شيء باش يدخلوا. واحد نقطة أخرى اللي بغيت نتفق عليها هي ديال دوك القنوات ديال الانكارات ديال الشمس. هذوك الانكارات عندنا ما كاينش شي انكار مشرح ديال الشوان، نهار اللي تجي شي شتا تلقى تدي شي تدي شتا. ودابا هاد ماشي زعما حنا الناس الشيبانيين تنطوعوا باش تنديروها باش في جوا باش نصلحوا هذوك. شحال حنا عندنا الحمى ثلاثة الانكارات اللي شرحنا كنجمعوا راسنا ونحطوا راسنا والشركات تدخل ونجيبوا الفلوس مع السيد الموظف ديال البراك. ثلاثة ديال الناس حنا كبار شرحنا الانكارات اللي حدانا حنا تما. ها الله يجازيكم شكرا. يا الاخوان والاخوات، انا نبدا بالصحه وخصوصا في المناطق الشعبيه. المناطق الشعبيه صراحه تتعاني من الصحه. على سبيل المثال المستوصفات، نبدا بالمستوصفات ديال الاحياء الشعبيه. وهذا كسؤال، شنو الدور ديال هذوك المستوصفات في الاحياء الشعبيه؟ لان اللي صراحه انا تنحضر شي مواقف في هذوك المستوصفات صراحه تنتاسف لهم. لان مستوصف ملي يجي عندك واحد عنده مرض مزمن ومن حقه ياخذ واحد الدواء اللي الدوله راك عارفين الدوله تعطي لهذوك المستوصفات ادويه باش يستافد منها بالمحسوبيه باش ياخذوا هذاك الدواء. اذا ما كانش عنده الناس هذا ما ياخذش الدواء ديالو. زيد على هذا الاسعافات مدايرين واحد الشباب. هي خطوه مزيانه، ولكن الشباب ما عندهمش تجربه في الميدان الصحي، فاصلا ما يقدرش يلصقها لك. لا نزيدوا ثاني الدكاتره اللي كاينين في المستوصفات تيخدموا بواحد نقول لك بواحد النخوه بحال ما راضيش على الوضع بانه جاي المستوصف باش يخدم هذوك الناس ديال الاحياء الشعبيه، بحال جاي يبزز منه، بحال مجابرينه باش يجي يخدم هذوك الناس. المده ديال ذاك اللقاء باش تيدخل عنده المريض من الاحياء الشعبيه ما تيستغرقش دقيقه على الخطره. شنو عندك؟ خرج. تخلي ليه حتى ديك الفرصه باش يقول ليه راه ما عنديش، واش كاين هاد الدواء هنا. وفعلا تيكون هذاك الدواء تما في المستوصف عايش هذيك وما يستافدش منه. هي شنو خصني الدم. كاين اللي عايطين تيجي واحد مسكين راك عارف في طاوله مريح مع راسه تيقول له تمشي واحد الرابع، هو تيتفاهم تماما مع دوك الناس اللي باغيين الدم، هو تيقول له نعطيك القد والقد تياخذ تمام. هذا الشيء راه كاين حاليا. بالنسبه للولاده حنا هاد المستوصفات ديال الاحياء الشعبيه حنا نديروا شحال من حي كاع تيستافد من هذاك. علاش اخويا حنا ما نخدموش هذوك المستوصفات تولي واحد البلاصه ديال الولاده؟ نفسوا حنا على هذا المستشفى الكبير ديال المدينه اللي تيعرفوا عليه. حنا تنعقلوا كانت غير كانت القابله كانت تتولد في الدار عادي الامور. تتبقى شي حالات صعبه راه هما التخصص ديالهم هذاك. انت لا راه خصك العمليه ما توليش هنا، تلتحق المستشفى الكبير. وكانت ولاده عاديه، علاش هذوك المستوصفات ما خصوش واحد القاعه للولاده تولي ولاده تما باش ننفسوا على المدينه؟ لان نسبه الولاده كاع شحال تكون في الاحياء الشعبيه. الا كان هذا المستوصف هذا
عنده واحد مثلا 2 احياء ولا 3، شحال غتكون كاع في الشهر ديال نسبه الولاده؟ كاع ما تكونش بزاف. هذا حتى هو سؤال. هذه فكره علاش هذوك المستوصفات ما يحلوش قاعه للولاده يستافدوا منها الناس نظرا على هذا الشيء. طرحتي واحد السؤال السي قبيله بالنسبه للخاص. الخاص صراحه حنا راه تنشوفوا دابا الخاص بشحال ولا التدويزه، واش بامكان الفقير يمشي يدوز بهذاك الثمن؟ راه ما يمكنش، راه بزاف عليه. واش 6000 ريال هي تدويزه زائد الدواء زائد الا عطاك شي سكانير؟ عرفتي بشحال تتقامل الدرويش هذيك التدويزه؟ راه ربما يقدر يبيع فيها الفراش ديالو مسكين باش كاينه عند فهمتي. لان هذه النقطه هذه بالنسبه للخاص هذه تيخصها تشابه هذاك الثمن اللي وصلوا ليه صراحه راه وهما خدامين تبارك الله ما شاء الله يزيدهم. حنا ماشي زعما تنحسدهم، لان خصهم حتى هما يديروا واحد النقطه يراعيوا الواحد بان راه كاين واحد الشعب راه ما يقدرش، واحد المواطن راه ما يقدرش على هذاك الثمن. نمشيو للبيئه. حنا كمنطقه الساكنيه عندنا مرجة الفوارات. مرجة الفوارات حنا واحد المشروع تنسناو دابا تقريبا جايه 12 سنه دابا حنا تنسمعوا به، مشروع مرجة الفوارات. تهيئات مرجة الفوارات تقريبا 12 سنه وحنا تنسناو. فين هو المسار ديالو؟ بغينا نعرفوا فين وصل هذا المشروع هذا. كاينه اشغال دابا حاليا تيقولوا بانه راه الشطر الاول راه هو اللي ذكر السي شي بانه دوزوا واحد الشارع جايبينه من الفوارات خرجوه حتى المسجد ديال ادريس الاول اللي جوه توريده. بالنسبه للمنتزهات في مدينه القنيطره صراحه حنا راه افتقدناه. عندنا منتزه واحد، منتزه الغابوي زائد شاطئ مهدي، هذا هو اللي تستفد منه الساكنه ديال المدينه. غير نهضر بالنسبه للبيئه، يعني كما قال الاخ يعني كاين متنفس اللي هو متنفس غابوي شاطئ مهديه. يعني بالنسبه للساكنه القنيطره يعني لاحظنا حنا واد السبوع يعني نهار الحد ولادي كتشوف واحد الاكتيفيتي بزاف ديال يعني اي واحد كيمشي لواد السبوع، كاين اللي كيمشي من الساكنيه غير على رجلو لواد السبوع، يعني ما عندوش غيدي بلاصه الطوبيس ولا هذه المهديه. واد السبوع تنلاحظوا واحد الشجره يعني ولات واحد الكثافه كثيره، وكنلاحظوا يعني حنا كندوزو بالليل تما كنلاحظوا يعني كاينين الشباب اللي كيتجمعوا تما، يعني عائلات يكونوا دايزين من تما، يعني ما تعرفش شنو تيوقع تحت الشجره. يعني راه الا لاحظتوا ديك الشجره قداش ولات راه لا اله الا الله. يعني تما يقدر كاينين فيها يعني كما كنقولوا دوك المتسرعين تا هما كيجيو تما كارطون، لقينا الكارطون تما دخلنا يعني الاخ اسامه لقينا الكارطون تما. يعني رساله يعني حنا كجمعيه المجتمع المدني نوصلوا للمجلس البلدي يعني يشوف ديك النظافه ديك المكان. بالنسبه للمنطقه السكنيه وثاني يعني شركه النظافه راه كاملين يعني قالوا يعني هذيك شركه النظافه في ديك المنطقه راه حاله كارثيه. راه كما قال يعني الحاويه ديال الازبال اللي كاينين راه صورتهم انا اللي كاينين في القياده راه هما اللي كانوا تيخرجوا. يعني كنت كنغوت ووصلتها للمجلس البلدي يعني كانوا تيدخلوا 6 الزناقي. يعني تما حنا مثلا في حي مهدا نهضر حي مهدا يعني حنا كشباب ديك الحي مهدا من شحال هذه يعني من قديم حنا واخدين واحد المبادره اللي كنديروا فيها كنجمعوا بيناتنا حنا والحوان تما يعطيو نصبغوا الشانطي ونديروا هذه حتى كانت جات واحد الجمعيه اللي داعي ديك ديالها يعني في حي مهدا. حنا رجعنا للور حنا كشباب رجعنا للور يعني ما دخلوناش معاهم وحنا بقينا يعني ما بغيناش كانت اهداف يعني سياسيه بقينا حنا للور. يعني تما كنا يعني الساكن ديال الحي يعني عنده واحد الفكره يعني يتخرص الازبال ترميهم في تيجي الكاميو دابا لاحظنا ولينا كيجي مره مع 6 مره مع 5 مره مع 4 كل مره بعد خطره حتى 12 يعني راه كندير لي لايفات يعني مع خطره 12 الليل وحده يعني شنو الكاميو كيطوط كيزيد يعني كتشوف ناس كبار كاينين في الديور يعني راه مصور داك الشيء في لي لايف غادي تابعين الكاميو بالطوار ديالو. يعني هنا يعني بغينا نوصلوا واحد للمجلس البلدي للجهه المختصه ولا للشركه خرجوا بعريضات. يعني حنا كجمعيه المجتمع المدني يعني غتخرج بعريضه ولا توصل صوت ديال غيديروا الحساب. يعني راه كما المجلس البلدي راه ما
كاين تتبع ما كاينش تتبع. يعني نقدروا نقولوا بين قوسين هذاك اللي مكلفينهم مع ديك الشركه ما مسوقش. كما شفنا يعني خرج واحد يعني اللي كانوا كيديروا لي مازوط ولا هذه يعني ما غيكونش متبع، ولكن حنا كجمعيه المجتمع المدني قوه ويد في يد غنوصلوا هذه الرساله لهم وغيكونوا يعني ياخذوا بعين الاعتبار هذيك. بالنسبه للصحه كما كنت هضرت في الاجتماع الموسع اللي كان في الغرفه بالجهه ديال السبيطار اللي رزق الله اللي سميتو اللي ولا في دار الشباب، راه يعني غير ديك الممر بعدا راه اسباب فيه راه لا اله الا الله. يعني كندوز تما يعني عقب اللي تندوز من تما راه الرائحه لا اله الا الله. بعد هذيك كواد المخازن داك الصور اللي باقي داير يعني تما بزاف د الحوايج اللي كيوقعوا تما، راه كيوقع اغتصاب، كيوقع بزاف د الحوايج كريساج. يعني ديك البلاصه هذيك المنطقه راه يعني الا داز فيها شي واحد براني ولكن الناس اللي في الطلبه وهذه تتكريساو داك القنت. حنا ولاد القنت تما راه غدوز مع يسمى السيد 3 الليل وهذه ما كاينش اللي غيهضر معاك، ولكن طالب ولادي غير مع العصر ولا 11 الى دار ديك البلاصه راه غيتكريسا. هذا الطالب اما طالبات راه غيتكريساو قدام الشارع العام. يعني في جهه محمد خامس راه غيتكريساو تما، يعني في بنو الطوطه راه غيتكريساو. يعني بغينا حنا كجمعيه المستمعين نوصلوا هذه الرساله هذه وتكون بالنسبه لواحد النقطه يعني عجبني خرج واحد البادره. يعني كنت كان ديك الباب ديال الملعب ديال دار الشباب يعني تصلح شفناه تما كانوا شي الى داز كيقرب التكريسه بنادم. شفنا هذه بادره زوينه، شفنا الصور يعني وداعي حتى دار الشباب خصها واحد النظافه اماكن. حنا مستعدين كشباب وكجمعيه المجتمع المدني يعني كاينين شباب اللي نجيبوا حنا نخدموا يعني غير حنا غنطوعوا تما ونقيو ديك دار الشباب اللي كبرنا فيها حلينا عينينا فيها باش حتى الشباب ديال ديك المنطقه يجيو تما وما ينحرفوش. وتحياتي لكم. الحمد لله كلشي عارف المشاكل ديال المدينه واعي في كاين الخلل وعارفين ان شنو هما الحلول اللي خصنا نديرو. ما كاينش شي واحد في المدينه ما تيعانيش من الصحه وما تيعانيش من النظافه ديال الحي او المدينه او الشوارع ديالها، راه ما كاينش شي واحد. ولكن انا بغيت خصنا نبداو كما قال لك السي علي، هو اننا نبداو من ريوسنا حنا كمواطنين وكان حنا كفاعلين جمعويين شنو خصنا نديرو. انا تيبان ليا ان السياسه ديال البلاد بصفه عامه الا جيتي تشوف المستشفى الادريسي وقتاش تبنى راه شي كدا 70 ياك ياك ومن زادوا ياك 30 عام 20 100 عام غيكون عندنا الرقم. وتبارك الله راه شي دابا وقتاش تبنى هو هذا المستشفى اللي كانت الكثافه السكانيه ديال المدينه ما وصلناش لدابا 400,000. يعني هو كان مستشفى اقليمي وكان هنا في قنيطره، والقنيطره اللي كان فيها وقيلا شي 40,000 ولا ما عرفتش جهوي الاقليمي هو مولي الحسن كان اقليمي مولي الحسن كان اقليمي ما هو جهوي. يعني الناس اللي كانوا كيدبروا الشأن ديال المدينه راه كانوا كيشوفوا التصور ديال المدينه غادا في السكان في العمران وغادا تيقول خصها على الاقل تقول هذه المدينه راه المستشفى خصنا نبنيو شي مستشفى اخر ديال الدوله، خصنا نقولوا بهذا المصطلح ديال الدوله، ما نقولوا عمومي ولا ديال الدوله. لان دابا حاليا شنو اللي كيتبنى الخاص دابا راه شي 15 كلينيك كاين في قنيطره. خصكم تعرفوا عاوتاني واحد القضيه باننا كنواجهوا واحد النوعيه ديال الناس اللي تيسميوهم لوبي الصحه، فيهم لي لابوراتوار، فيهم فارماسيان وفيهم طبيب وفيهم لي كلينيك. هادو راه واحد السلسله غادا بعضياتهم. الا هضرتي على هما راه نقول غادي هما راه كيستمدوا الفلوس ديالهم من هذاك الخراب ديال المستشفى الادريسي. كيدبروا على راسهم من تما، هو بغاك باش انه جالس تما تيقول بغيتي تفتح على شي حاجه اجي كاين كلينيك يلاه مهرس يلاه نديك راه كاين ديال عطاهم بلاصه فلانيه، بغيت تحيد المراره كاين بلاصه فلان. يعني حنا كمواطنين كنساهموا باننا هذه المدينه هذه وصلنا لهذا الحالات. خصنا نحاسبوا ريوسنا بعدا ونحاسبوا ريوسنا، لاننا الا وصلنا المدينه لهذه الحاله السبب منا، لاننا كنبقاو نقولوا وفلان شي ديك الافكار ديال المخزن اللي تيبقى يقول لك وهذاك راه مع فلان وهذاك راه مع فلان. هذا راه المخزن اللي تيروج هذه الهضره هذه. راه ما تبقاوش تغلطوا هذا راه مع ديال فلان وهذاك لا سي انا مع المستشفى الادريسي يرجع للحاله ديالو الطبيعيه، يكون زرق حمر خضر، يكون العامل يكون وزير يكون كيف ما بغى يكون. انا ليسونسيال عندي هو ان السبيطار الغابي يولي في الحاله ديالو القديمه ويتزاد شي سبيطار اخر.
يجي عندي العامل يقول لي اولدي العسيري تعاوني انا غادي نقول له مرحبا. يجي عندي وزير دابا كيف ما كان يقول لي السي العسيري راه نبنيو شي سبيطار جيت ماكدو ولا نقول له مرحبا. انا ماشي ضد المبادرات، ولكن ماشي ضد اننا نرفعوا من المدينه. انا هو واحد من بناو مدينه صناعيه، هذوك الناس اللي غيجيو يخدموا تما ما يداووا ما يقراو ما يسكنوا، شكون هو اللي حط هذاك البروجي؟ يعني اللي حط البروجي ضروري يفكر هاد الناس واش غنوكلوهم، واش غادي نشربوهم، فين غنسكنوهم، ولا مرضوا فين نداويهم. وهذا ماشي سياسه ديال الدوله. انا ما بغيتش نزيد ندخل، لان شويه انا كنهز انا ما بغيتش نهضر. انا نقول لك واحد القضيه اللي تيدبر الشان المحلي ديال المدينه هو العام. المداخله كاين سي زكريا كنقدم لك اعتذار تاخر جوج المداخلات اللي بقاو الا ما كانت شي حاجه تقسموا اقتراح اختلالات خاصة ابتداء من النقطة الأولى، الحلقة الأولى اللي هي صلة الوصل بين المرتفقين والمرضى واللي هما السيكوريتي الحراس الأمن اللي تيكونوا في هذا. كذلك فيما يخص المستوصفات، المستوصفات تنعرفوا ان دازوا بواحد المرحله اللي كنا قبل انك باش تدوز تمشي للمستوصف اللي قريب لك ديال الحي باش يمكن لك تدوز، خصك تجيب كري وتشد ديك النوبه ديك لو جيتون ديالك في ديك النمره وما تفوتش واحد 10 ولا 15 باش يجي الطبيب مع 11 ويدوز 11 ونص ولا 12 لار ويمشي بحالو وسالاو الخدمه. جات واحد المرحله ديال الاصلاحات اللي عرفوا بعض المراكز اصلاحات وهذا ولاو الخدمه ديالهم تيجيو الاطباء ونديك من برا ديال 8 ونص وهذا. دابا حاليا ولا ترجعوا ان الاطباء 9 ونص ولا عاد يجيو يدوزوا واحد العدد وكذلك عاوتاني يمشيو بحالهم. فيما يخص الجانب الصحي كذلك في تشارك النقطه ديال الازبال، استعداد البيئي عفوا في المجال البيئي هناك نقطه ديال الازبال، النظافه ديال الحاويه ديال الازبال، هناك المساله ديال المرجع ديال الفوارات. ما ننساوش كذلك المرجع ديال سيدي بوغابه اللي هي كذلك نقطه مهمه ومن المميزات ديال مدينه القنيطره هذاك اللاك ديال سيدي بوغابه، واللي تعرف الاونه الاخيره واحد المجموعه ديال التدهور والرجوع لهذا، خاصه ان اي محاوله اي جمعيات او مدى بغاو يدخلوا في هذيك المنطقه ولا بغاو يديروا شي اضافه تما، كاين جمعيه اللي مساهمتها نقولوا على هذيك المنطقه اللي تتباع ممنوع شي واحد يدخل تما لهذيك المنطقه. كاين واحد النقطه اللي بغيت نشير لها وهي النقطه ديال اللي دابا المغرب حاليا تعرفوا هي الندره ديال الماء، ديال الندره ديال الشحن ديال الماء وديال هذا الباب. انا باغي نتكلم على المساله ديال الحلول اللي تتكون الحلول السريعه اللي هي الحلول ديال حفر الابار. فيما تيكون عندنا شي مشكل ديال الماء تنفكروا دائما بحل سريع اللي هو نحفروا بير باش نخرجوا. كاين ممكن ان مثلا انسان عنده بقعه تيشريها ارض بواحد المبلغ كبير ديال الفلوس 800 متر و 1000 متر ويبني فيها فيلا المساحه ديالها واحد 300 متر، اول حاجه تيفكر فيها غنحفر بير باش نبني بيه وباش ندير فيه الجرده باش ندير له بيسين. كاين اذا كاين ديك الابار اللي تحفر اولا بدون تراخيص واللي تستنزف الفرشه المائيه ديال هذا. كاين ابار اللي تدار بالتراخيص ولكن ما تحترمش ديك المعطيات التقنيه اللي تتعطى ديك هذا، واللي كذلك حتى هي تدوز واحد هذا اللي وصل بنا. كذلك كاين بعض المرات بحال مثلا نعطيوها ليكزومبل، اذا دزنا حتى الجامعه، فالجامعات كما تعرفوا ديال مدينه القنيطره هي جامعه من الجامعات الكبرى اللي في المغرب، واللي تشكل واحد المساحه ديالها كبيره، واللي تبنات وسط غابه، تحيدت غابه من الاشجار هذا، وفي العوض ديال الاشجار شنو دار الكازون. الغازون شي تيطلب واحد الكميه كبيره ديال الماء، اذا ديك الماء تصور دابا اكثر من 30 طفل اللي استقبلوني وتلقاهم فرحانين، ديت لهم يعني المهم داكشي باش يخدموا شي حويجات غير تما في العماره ما شاء الله. وفي اطار هذا الشيء ديال البيئه يعني مروا سيكلاج، ديت لهم واحد جوج طابلوات كيصاوب الزوج ديالي كيصاوب داكشي الكرتون
البلاستيك والغلايق وداك الشيء يعني. ودوك الوليدات ما نقولكش الفرحه ديالهم يعني من اعداد داك التدوير. انا راهم وليدات هذه راه حلول، ولله الحمد انا في مجال تخصصي مع الاطفال كنخدم بهذا الشيء ديال التدوير. لي باي يصاوبوا بهم حروف، يصاوبوا بهم اشكال هندسيه، يصاوبوا دوك الغليقات يديروا مثلا يعني من حويجات. هذا تصرمه منها كنعطيو دوك الاطفال والحمد لله يعني كيستوعبوا اكثر، كيشدوا باشياء بسيطه كتوصل لهم الشيء الكثير. ما شاء الله. وشكرا. ما شاء الله.